الأيام تجمع ما تبقى من نبوءات حزينة. يا أنت يا كل الذين تنازعوا سبلي وأغنية السكينة، لست النبي وما تركت مدائني تبغي السكينة، بل جئت تحصد في الغياب هزائني. كم كنت أبسط راحتي مواسما لطبا يديك فأخطأتك مواسمي. أفردت من ضلع الغواية آية فأضاء كفك من دمي. لي فيك جرح لا يبارك خافقي، وتميمة لقفت رماد تمائمي. لي في البلاد بيارق وبنادق منظورة للريح تقطف أنجمي. ما لي تغادرني الضفاف بلا هدى، ودماي نهر من ضجيج أبكمي. سران نحن وإن تخاتلنا رؤى، كانت بأضلعنا دفينة. ظلان نحن وإن تلاقينا سدى، فالظل تلفظه المدينة. ما لي تطاردني الحدود ولا حدود، أعدو على وجعي لأوجاع أخر. وحقيبتي الزرقاء ألقت ما بها، وتوزعتها الريح في ليل السفر. ما زلت تحترف الحريق نكاية، سالت بريقا فوق أحداق الضجر. الآن أشهد أنني ما كنت يوما قبلتك، وهواك محض مصادفة. كانت نبوءتك ادعاء للقنوت و40. يا جماعة لو سمعت صوت أنا مش سامعين بصراحة. في شارع يا جماعة لو سمعت في شارع خلصوا يا جماعة. لا أنا بكم في شارع قولي ما عدت بالله. لا تكمل دي، تكمل 40 دقيقة وبعد كده. لي فيك جرح لا يبارك خافقي، وتميمة لقفت رماد تمائمي. لي في البلاد بيارق وبنادق منظورة للريح تقطف أنجمي. من الأول ممكن بس حضرتك تنبه زراعة مع الصوت بس عشان خاطر الشعر بينزع هو يا جماعة نبهنا على الصوت وأرجو مرة ثانية عشان نستمع الصوت لو سمحت. قولي من الأول يا فندم. لو تصدق الأيام تجمع ما تبقى من نبوءات حزينة. يا أنت يا كل الذين تنازعوا سبلي وأغنية السكينة، لست النبي وما تركت مدائني تبغي السكينة، بل جئت تحصد في الغياب هزائمي. كم كنت أبسط راحتي مواسما لطبا يديك فأخطأتك مواسمي. أفردت من ضلع الغواية آية فأضاء كفك من دمي. لي فيك جرح لا يبارك خافقي، وتميمة لقفت رماد تمائمي. لي في البلاد بيارق وبنادق منظورة للريح تقطف أنجمي. ما لي تغادرني الضفاف بلا هدى، ودماي نهر من ضجيج أبكمي. سران نحن وإن تخاتلنا رؤى، كانت بأضلعنا دفينة. ظلان نحن وإن تلاقينا سدى، فالظل تلفظه المدينة. ما لي تطاردني الحدود ولا حدود، أعدو على وجعي لأوجاع أخر. وحقيبتي الزرقاء ألقت ما بها، وتوزعتها الريح في ليل السفر. ما زلت تحترف الحريق نكاية، سالت بريقا فوق أحداق الضجر. الآن أشهد أنني ما كنت يوما قبلتك، وهواك محض مصادفة. كانت نبوءتك ادعاء للقنوت و40 زائفة. الله. الأستاذة سؤال الكرسي، وأهلا ومرحبا بأعضاء منتدى السكية اللي شرفهم حالا لسه، وأهلا وسهلا بالشاعر أيمن عثمان. وأهلا ومرحبا بالشاعر الكبير الأستاذ سامي عقل. أستاذ سامي؟ إيه؟ لا سامي وصل، أنا شايفه دلوقتي. ودلوقتي مع شاعر اسكندرية الجميل والكبير الأستاذ رضا عفيفي، فليتفضل مشكور. تحية تقدير للأستاذ أيمن عمر على مجهوده يعني اتجاه زمايله بصراحة.
يعني كان بيوفر لي كل اسبوع 4 شعراء من يطلعوا في قناه النيل الثقافيه، وتليفونات واتصالات، وانسان جميل يعني. فوق الشعر هو انسان جميل جدا وانسان محترم، واضاف للساحه الادبيه حاجات جميله قوي. والنهارده انا شايف صحبه جميله من دمياط، وده بفضل برضو الحب ده. الله يخليك. هنقول حاجه اسمها الكرسي، برضو مرتبطه بالحب يعني. بقول لها اصل حبك شيء اساسي، والحكايه مش كراسي، واللي واهب ليك عمره حتى نفسه وروحه ناسي، يبقى صابر رغم مره في المحن وفي المآسي. عامل ايه فينا الكراسي؟ في فلسطين ولا العراق لما زاد الكره بينهم بغريب في الكل ساء، ناوي ينهب كل خيرهم ويبقى ده هو الجزاء. يعني ايه متجمعين والقلوب متفرقين؟ لما مصر امك انت قول لي امي تبقى مين؟ فيها ايه لو انا وانت لبعض مدينا الايدين، ويوم ما يحكمنا الضمير نملى كل بلادنا خير. يبقى اهلي وكل ناسي من الصغير للكبير، لو تفرقنا الكراسي يبقى محلاه الحصير. اصل حبك شيء اساسي، والحكايه مش كراسي، واللي واهب ليك عمره حتى نفسه وروحه ناسي، يبقى صابر رغم مره في المحن وفي المآسي. شكرا لك شاعرنا الكبير. واعزائي نلتقي الان مع شاعره واعده ولها مستقبل ان شاء الله في الشعر العاميه المصري، مع الشاعره الاستاذه حنان ابراهيم. فلتتفضل.